أحمد الصحراوي، شنو الحالة متاع التلاميذ اللي أصيبوا بجروح؟ الجروح متاعهم بالغة خفيفة، وقع مداواتهم ونقلهم على جناح السرعة لأقرب مستشفى، ولا كيفاش كان على الأقل عملية الإسعاف؟ نعم عادل، في الحقيقة هي جروح متفاوتة الخطورة، ولكن في الأغلب ليست جروح يعني بليغة بالنسبة للبعض. مع ذا شخص واحد وقع بتر يده اليسرى، يعني اللي ربما حسب ما أفادنا به مصدر طبي في مستشفى سالول. كما ذكرت يعني كانت الحركة نشيطة اليوم لسيارات الإسعاف، يعني مباشرة بعد وقوع الحادث لنقل الجرحى وكذلك نقل التلميذين الذين توفي على عين المكان إلى كل من مستشفى أنفيضة، وهو أقرب نقطة إلى مكان الحادث. ثم وقع تفريق يعني البعض الآخر في مستشفى فرحات حشات ومستشفى سالول. كما نذكر يعني عادل أيضا السيد سعيد العايدي وزير الصحة منذ قليل قام بزيارة أيضا إلى مستشفى سالول، ثم سيتنقل إلى مستشفى فرحات حساد لمعاينة الأضرار وكذلك يعني زيارة التلاميذ المصابين والاطمئنان على حالتهم في الوضع الراهن. الوضعية متاع الكياس كيفاش كانت أحمد الصحراوي؟ يعني عادل في الحقيقة يعني اتصلنا ببعض التلاميذ الذين يعني نجوا من الحادث، وأخبرونا بأن الطقس أو ربما كانت توجد بعض الأمطار الخفيفة يعني في طريق السيارة، ولكن في الحقيقة السائق كان ربما يفرط في السرعة. احنا على كل حال أحمد صحراوي، عفوا ليك على المقاطعة، ولكن باش يرجع لك الخط احنا ننتظر الآن لنتائج التحقيقات اللي هي باش تمدنا وشكون لنا على الأقل مصدر معلومة مبدئي مؤقتا حتى يستفيد التحقيق وقته ونعرفوا ملابسات الحادثة هذه بالضبط. ورجع لك الخط أحمد صحراوي. نعم عادل، كما تحدثت يعني كما كان طريق السيارة كما ذكرت كانت وجود يعني بعض الأمطار المتفرقة في مكان طريق السيارة تونس سوسة، مما أدى إلى ارتطام الحافلة في منعرج في مرة أولى ثم انقلابها في مرة ثانية. اوكي، شكرا ليك احمد الصحراوي مراسلنا. اذا كان عندك فما اي اضافه طمنا على حاله الجرحى نتاع ابنائنا التلاميذ فالخط مفتوح ليك. شكرا ليك احمد الصحراوي.